نجم الاهلي السابق النجم عمرو السولية بيقترب من بيراميدز بقوه. ناس طبعا يعني ده معشوق جمهور عمرو السولية. خلاص اللاعب بقى فري يا جماعه، اللاعب يعني اللاعب بقى فري حاليا. وعمرو السولية واحد من اللعيبه اللي عملت تاريخ عظيم جدا مع النادي الاهلي. سمعنا ان نادي بيراميدز بيتفاوض مع السولية عقد لمده موسمين، الموسم الواحد ب 30 مليون جنيه، يعني الموسمين ب 60 مليون جنيه. غير ان في نادي السواحلي الليبي يعني طالبه، وغير في ان نادي من السعوديه سمعنا كلام كده. لكن بيراميدز عايز عمرو السولية ودخل في الصفقه بقوه وحقه. الراجل فري دلوقتي، مش من حق الجمهور الاهلي انه يزعل منه ابدا. الراجل مشي من النادي الاهلي، الاهلي ما جددلوش. فحق السولية ان هو يشوف مستقبله فين. ده بالنسبه لعمرو السولية. بالنسبه لمصطفى محمد بقى، والناس بقى عماله تتكلم ومصطفى محمد ازاي يا عم؟ مصطفى محمد مش بيلعب في النادي الفرنسي. ايه دخل الزمالك بالموضوع؟ انا نفسي اعرف الناس اللي زعلانه ان مصطفى محمد ممكن يروح الاهلي. طب ما عادي، الاهلي عرض على مصطفى محمد عقد لمده سنه ب 200 مليون جنيه. عقد لمده سنه يعني بقيمه 4 مليون دولار. انت متخيل في سنه واحده؟ ده في اعلان ان مصطفى محمد لو عمله هيوقع للنادي الاهلي عقد لمده سنه، وممكن كمان السنه دي تتمدد لاكتر من سنه. فاذا بصراحه يا جماعه مصطفى محمد مهاجم تقيل 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 ولا غبار عليه ابدا. وتيجي واحد يقول لي ايه يا عم؟ طب محمد شريف يا عم، انت هتقارن ايه بايه؟ هتقارن مصطفى محمد اللي كان قريب جدا جدا من انديه زي كريستال بالاس في الدوري الانجليزي، ولعب في جالاتا سراي التركي، وبيلعب حاليا في نانت الفرنسي. انت بتقارن مصطفى محمد بمحمد شريف؟ وبعدين اخواته في الاهلي زيزو وبن شرقي وامام وبتاع كده، اللي اكلوا معاه عيش وملح يعني في الاهلي. فهنشوف الصفقه هتتم ولا لا. ده بالنسبه لقصه مصطفى محمد. وخبر بقى، انا عندي خبر يفرح كل الزملكاويه بقى يا جماعه بخصوص دونجا. خلاص لجنه التخطيط بنادي الزمالك ادت الضوء الاخضر لرحيل نبيل عماد دونجا من الزمالك. يعني دلوقتي ممكن الزملكاوي دلوقتي يقول لا زغرت، دلوقتي زغرت في عبي. واحد زملكاوي يقول لك زغرت في عبي. فبصراحه ده في حاله واحده بس، ان الزمالك ممكن طارق حامد يرجع وبقوه. طارق حامد نجم الزمالك السابق بيلعب في ضمك السعودي، او احتمال حامد حمدان وسط ملعب نادي بتروجيت اللاعب الفلسطيني. ده بالنسبه يعني اخر مستجدات بالنسبه لصفقات الزمالك. لسه ما فيش استقرار على المدرب بعد رحيل كابتن ايمن الرمادي. خلاص كابتن ايمن الرمادي رحل